اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هنتغدى محشي في الدايت. معقوله اللي بتقوليه ده محشي في الدايت؟ ايوه، من غير اي نوع من الرز ولا حتى سمنه، ولا بقى كميه كبيره من الزيت زي ما بنشوف كده في المحشي ولا الكلام ده كله. هي معلقه زيت زيتون واحده هتعمل لنا الاكله الحلوه دي. سعراتها قليله، والحشوه بقى بتاعتنا النهارده عايزه اقول لكم ان هي مفيده جدا جدا. يلا بقى نشوف الطريقة بسرعة كده. اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين بقى طبق المحشي الحلو ده؟ بجد تحفة. دي المكونات بتاعتنا، بس هي مش كلها، في حاجات بسيطة كده ناقصة هنقول عليها واحنا ماشيين. معايا كمية كده حلوة من البصل، حوالي كده بصلتين او 3. ومعايا فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وكل ما بتزيد الالوان كل ما بتزيد الفايدة. ولو مش متوفر فلفل الوان يبقى فلفل اخضر وخلاص على حسب اللي موجود عندك. طماطمية كبيرة برضو قطعتها مكعبات من غير البذر ومن غير المية بتاعتها. وكمان معايا خضرة هنا، بقدونس وشبت، ولو في كزبرة برضو مفيش مشكلة. وكمان عصير الطماطم دي انا عاملاها في البيت من غير مواد حافظة بقى ولا الكلام ده كله. وجزرايه كده كبيرة بشرتها، وكمان معلقة من الهريسة عملناها مع بعض قبل كده، دي مهمة جدا بتدي تيست عالي قوي للمحشي بتاعنا. وكمان فصين من الثوم وليمونتين. مش انا قلت لكم المكونات بتاعتنا مغذية جدا. وده بقى المحشي بتاعنا، انا قورته كده قبل ما ابتدي الفيديو. بتنجان ابيض وبتنجان كمان اسمر وفلفل وكوسة. انا منضفاه وغسلاه كويس كده ومقوراه، وبحب كده الكوسه وانا بقورها ما اقورهاش جامد زي ما انتم شايفين كده، اسيب فيها كده حته لحم كده حلوه تقدري تاكليها كده تلاقيها مسكره وزي العسل. دلوقتي بقى هجيب معلقه كده من زيت الزيتون، يعني معلقه معلقه ونص مش اكتر من كده. هي معلقه حلوه قوي. نزلت كده بقى بالبصل بتاعي. طب انتوا دلوقتي بتقولوا انت هتقلي وتسبكي والكلام ده، لا مش الكلام ده كله. انا ما بحبش بصراحه اعمل المحشي بتاعي ني في ني. فانا عايزه اظبط لكم كده الطعم، ويبقى تاكلوا كده المحشي تلاقي طعمه حلو. بدأت أشوح البصلاية في معلقة زيت الزيتون بالشكل ده لغاية ما دبلت بسيط كده. حطيت كده فصين من التوم اللي أنا هرساهم لغاية ما الريحة بتاعة التوم بدأت تطلع. نزلت كده بالفلفل، فلفل بقى الألوان، فلفل أخضر على حسب اللي موجود عندك. وابتدأت أقلبهم مع بعض، يعني الحاجة كده بنزلها ورا بعضيها. وبعد كده الجزر ده بقى ده فايدته عالية جدا، وكمان بيدي تيست عالي كده للمحشي، بيبقى طعمه كده زي السكر. هنقلبهم كويس قوي يتبلوا بس بسيط كده. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا انزل بالطماطمايه كده، طماطمايه كبيره قطعتها ما يكونش فيها اي بذر ولا ميه، يعني انا بشيل القلب بتاعها وبقطعها. وهبتدي كده اشوح الكلام ده كله مع بعضه. وهنزل بقى بمعلقه الهريسه، دي مهمه جدا هتودي الطعم في حته تانية خالص. انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده موجوده على القناه، واللي حابب ان هو يعرف الطريقه يكتب لي بس وانا هحط له لينك الفيديو. هنزل كده برضو بالطماطم. الطماطم دي انا عاملاها في البيت، يعني مش طماطم جاهزه ولا مواد حافظه ولا الكلام ده كله. انا في موسم الطماطم بجيبها واجهزها واحطها في الفريزر. هبتدي كده احط شويه توابل، ملح وفلفل وكمون وكزبره. وكمان هحط من التوابل اللي هي ال11 بهار هوريها لكم دلوقتي. وكمان معلقه البابريكا ما ننساهاش. شايفين بقى الخلطه بتاعتنا بجد تحفه. ودي بقى توابل ال11 بهار اللي بقول لكم عليها، دي بتبقى تحفه جدا وبتعلي التست كده بتاع المحشي. في التوقيت ده بقى هحط الخضرة كده، ما بحبش احطها في الاول عشان ما تتبلش قوي. يا دوبك بس كده على السخونة بحطها. خلاص كده اديت تقلبتين وطفيت. انا مش عايزة بقى ايد النار تاني. حلو قوي كده. بعد ما طفيت كده والخلطة بتاعتي هديت شوية، جبت كده حوالي كوباية الا ربع من الحمص كانت موجودة عندي. الحمص ده انا نقعاه وسلقاه. والمكون الرئيسي بقى بتاعنا النهاردة هو البرغل. البرغل ده يا جماعة ليه فوائد كتيرة جدا، وهنستخدمه النهاردة بدل الرز. وكمان يعتبر من النشويات المعقدة ومسموح في الدايت، وما بيرفعش سكر الدم. انا نقعته، غسلته الاول ونقعته شوية كده حوالي ربع ساعة، وصفيته وعصرته من المية خالص. وابتدأت اضيفه على الحشوة بالشكل ده، او على الخلطة بالشكل ده. هسيب بقى الخلطة بتاعتي كده تبرد شوية. هبتدي بقى احط ليمونتين كده. الليمون ده بقى يا جماعة بتديله مزازة كده، بيخلي طعمه حلو قوي. وكمان كده معلقة من دبس الرمان. شايفين بقى الجمال والحلاوة، مدلعين بقى المحشي بتاعنا وطعمه بجد تحفة. نقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي، وعايزة بقى اسيب الخلطة دي تبرد خالص قبل محشي. بس في تكاية كده بسيطة هعملها معاكم دلوقتي، دي اختيارية. انا جبت كده حوالي 200 جرام من اللحمة المفرومة، وابتدأت احطها بالشكل ده. لحمة مفرومة نية، بس بعد ما الخلطة بتاعتنا بردت تماما. طب ليه؟ عشان ما تنزلش بقى دم والكلام ده. وهمسك بقى الخلطة مع بعضيها كده، هعملها كده بايديا زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي برضو هحط شوية بهارات كده عشان اللحمة اللي انا حطيتها.
وخلاص كده الخلطة بتاعتي جاهزة ان انا احشي. شايفين بقى شكل الخلطة بجد تفتح النفس. دلوقتي بقى هبتدي احشي المحشي بتاعي. انا جبت حلة كده عشان احط فيها. النهاردة زي ما وريتكم عاملة بتنجان وفلفل وكوسة. هبتدي بقى احشي بالشكل ده زي ما بتحشي اي محشي، يعني ما فيهوش اي فرق خالص. حشيت كده البتنجان بالشكل ده، وبرده الفلفل سهل جدا ان انت تحشيه، ما بياخدش وقت خالص. وبرده الكوسه بتبقى حلوه قوي ومغذيه بصراحه. انا بحب اقورها كده، اديها تقويره بسيطه من جوه، ما بقورهاش خالص يعني، وبتبقى جميله جدا ومغذيه. خلاص كده انا حشيت الكميه بتاعتي، بس دي مش كل الكميه، كان في حله تاني، يعني انا عامله حله تاني زي كده، لان انا عامله لكل افراد الاسره. المحشي ده بيبقى طعمه حلو جدا وبنحبه. طيب هل هنسقيه بايه؟ هقول لكم بقى على تكايه مهمه جدا. اي نوع محشي تعملي له التكايه دي. جبت كده معلقه من الثوم، وابتدات اشوحها في نص معلقه كده من زيت الزيتون. شوحتها بقى كده تشويحه خفيفه، مش عايزاها بقى تحمر ولا الكلام ده، دوبك بس تدي صفار كده بسيط. ابتدات انزل كده بمعلقتين 3 من الطماطم اللي انا عصراها ومجهزاها في البيت عندي ومسبكاها. سبتهم كده مع بعض يتسبكوا مع بعض كده دقيقه. حطيت كده رشه من الملح ورشه من الفلفل. وكنت يوميها سلقه فراخ. ابتديت كده اخد من الشوربه بتاعه الفراخ بعد ما شلت الدسم بتاعها. ابتديت كده احط الشوربه على التسبيكه اللي انا عملتها دي. تسبيكه بنص معلقه كده من زيت الزيتون. شايفين بقى الجمال والحلاوه. ما تسقيش المحشي كده بالشوربه على طول، او بميه كده على طول، لا. خلي بالك التكايه دي هتودي المحشي في حته تانية خالص. وضفت كده كمان معلقه من دبس الرمان عشان يبقى ليه مزازه كده وجميل. خلاص كده هبتدي دلوقتي بقى اسقي المحشي بتاعي. اهو شايفين، حلو قوي كده. هغطيه بقى واسويه زي ما بسوي اي محشي. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة؟ حلة محشي بقى يا جماعة، ومش هي دي بس، انا عاملة حلة تاني بالكمية اللي كانت معايا. شايفين بقى الجمال والحلاوة بجد، شوية محشي كده يفتحوا النفس. ايه رأيكم بقى في المحشي بتاعنا النهاردة؟ محشي كده بتنجان اسود وابيض، وحاجة كده تحفة. وعايزة اقول لكم بقى ان هو مغذي ومفيد جدا. الخضروات اللي حطيناها دي، البصل والثوم والفلفل الالوان والفلفل الاخضر والجزر وكمان الخضرة والطماطم، الحاجات دي مفيدة جدا. ولا بقى استخدمنا رز، ولا حطينا بقى كوباية زيت زي ما بسمع كده الناس لما بتعمل المحشي، كوباية زيت، نص كوباية زيت. لا، مفيش الكلام ده كله. هو معلقة زيت زيتون واحدة قدرنا ان احنا نعمل المحشي التحفة ده. شايفين بقى، انا عايزة افتحه لكم كده من جوه عشان تشوفوا الحشوة. بجد حلو جدا. وكمان الحمص اللي احنا حطيناه بيدي قيمة غذائية عالية، وتست كمان رائع للمحشي. انا عايزاكم تجربوه وتقولي رأيكم ايه في التعليقات. لو عامله دايت بقى، اعمليه كده وانتي قلبك مطمن. وحتى لو مش عامله دايت، مغذي جدا للولاد، اعملوه لهم هيحبوه جدا. شايفين بقى الحشوه من جوه بجد حلوه جدا، وطعمها بجد تحفه. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه.